ينتظر مريزيك، فرصة خطيرة أنقذها فريد شعال بتوقع رائع. هذه فرصة داخل منطقة الجزاء، هذا الهدف هو الهدف ما دونه في ركلة جزاء يا سيدي الحكم. أعتقد في ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، ولكن الحكم الموريتاني يصر على أنه لا يوجد أي شيء. لاحظوا التبادل الكروي يقول بين مزيان قالوا لا 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 لا، في تدخل يا سيدي الحكم في ركلة جزاء، في عرقلة واضحة من كوليبالي. الحكم سيعود بالتأكيد إلى غرفة الفار، وهذا قندوز الذي غادر يقول للحكم يا سيدي الحكم هناك ركلة جزاء، هناك عرقلة، هناك تدخل. وأنا أرى في الحكم بأن غرفة الفار يتكلمون في هذه اللحظات مع الحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه. عليك الآن أن تتوجه إلى غرفة الفار. لا لا لا، هذه فيها ركلة جزاء، فيه تدخل. لا 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 لا، هذا تدخل واضح، وهذه ركلة جزاء لا غبار عليها، لا غبار على هذه الركلة. الحكم ينتظر ربما إشارة من حكام الفار ليتوجه وليقرر ويشاهد اللقطة ويقرر. وأنا أعتقد أن 200% هناك ركلة جزاء، 200% فيها ركلة جزاء للمنتخب الجزائري. هذه حتى بوقرة نعم فيها الفار تشيكينج. سيتوجه الحكم الموريتاني إلى شاشة الفار ليتخذ القرار، والقرار سننتظره بعد لحظات. لا نتسرع في الحكم على قرار الحكم قبل أن يصدره بنفسه الحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه. هذه حتى بدون فار هي ركلة جزاء، واضح التدخل من المدافع عزيز الزهوني. واضحة اللقطة، واضحة يا سيدي الحكم، لقطة لا تشوبها شائبة. التدخل بالرجلين يعني على القدم اليمنى لمحيوس، وبالتالي فيه ركلة جزاء. لا فيه تدخل متعمد، لأن الكرة أصلا كانت كرة مشتركة بين السهوني وأيضا أيمن محيوس في انتظار القرار الذي بالتأكيد سيكون. يا الله يا سيدي الحكم، ركلة جزاء للمنتخب الجزائري. كنت متأكدا 200% بأن هناك ركلة جزاء لا تحتاج للفار. يا سيدي الحكم عبد العزيز بوه أخيرا يلجأ إلى قرار إعلان ركلة جزاء بمساعدة الحكم مع حكام أو الفيديو المساعد. محيوس يتحصل على ركلة جزاء، هذا هو القرار، وسيأتي هدف الانتصار بحول الله للمنتخب الجزائري وسط حسرة من جانب هذا الذي تشاهدون ووترو مهاجم المنتخب الإيفواري. هل سيكون أيمن محيوس أم سيكون عبد الرحمن مزيان؟ أنا أفضل أيمن محيوس لتنفيذ ركلة الجزاء. هي ركلة جزاء السابعة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. صالح حيدر والابتسامة، هنا الركلة، هنا التمريرة، وهنا التدخل من الخلف. واضح يا صالح، وركلة جزاء وقرار سليم من الحكم الموريتاني. إذن يتقدم أيمن محيوس في الوقت بدل الضائع المنتخب الجزائري، يتحصل على ركلة جزاء كان وراءها أيمن محيوس وسينفذها أيمن محيوس. هل يسجل المنتخب الجزائري هدف الفوز والانتصار؟ هل يسجل محيوس هدفه الثالث في هذا الشان؟ محيوس في مواجهة فولي، ركلة جزاء هي السابعة في هذا الشان
محيوس يتقدم، يستعد محيوس، يتقدم رويدا محيوس المنتخب الجزائري هدف أول في المباراة. تشتعل المدرجات، تنفجر فرحا وغبطة بهذا الانتصار، بهذا الفوز وبهذا الهدف. ثواني فقط قبل نهاية المباراة المنتخب الجزائري يتوجه إلى المربع الذهبي بثبات. محيوس يسمر الحارس الإيفواري فولي، يجعله أو يتركه واقفا، هو واقف والكرة تتجه رويدا نحو الشباك لتعانق مجدا آخرا للكرة الجزائرية في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. أيمن محيوس لاعب الاتحاد العاصمة يفجر المدرجات بهدف جاء من ركلة. نهاية المباراة فوز المنتخب الجزائري وتأهله إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2011 بالسودان. هنيئا للخضر، هنيئا للجماهير الجزائرية، مبروك هذا التأهل. مشاهدينا متابعينا، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة المثيرة. هارد لك للمنتخب الإيفواري. مشاهدينا متابعينا، نشكر لكم طيب المتابعة. يلقاكم الزميل إسماعيل ميلودي في الاستوديو التحليلي بعد قليل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.